ازيكم يا أصحابي، عاملين ايه؟ يلا نرشم الصليب مع بعض. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. النهاردة هنتكلم عن معجزة عرس قانا الجليل. في يوم من الأيام يا أصحابي كان في عرس اسمه قانا الجليل، ومعنى كلمة عرس يعني فرح. كان في عروسة وعريس، وكان في ناس كتير جايين، وأصحاب الفرح كانوا عازمين بابا يسوع وتلاميذه علشان بابا يسوع يبارك الفرح ويكون معاهم، وكمان عزموا ماما العذراء علشان تحضر معاهم العرس. لكن يا أصحابي ماما العذراء راحت العرس من بدري عشان تساعدهم، ده علشان هي بتحب تساعد الناس وتشاركهم في كل حاجة وتحضر المكان وتساعد في تحضير الأكل، وكمان تحضر العصير اللي هو الخمر اللي هيشربوه في العرس. وبعد شوية أصحابي بابا يسوع دخل العرس وكان معاه تلاميذه، والناس كلها كانوا فرحانين ومبسوطين بوجود بابا يسوع وسطيهم. والخدم اللي كانوا موجودين في العرس يا أصحابي بدأوا يقدموا العصير. وبعد كده يا أصحابي فجأة حصلت حاجة، وهي إن العصير خلص. ومين اللي أخدت بالها إن ده حصل؟ هي ماما العذراء. أول ما عرفت كده يا أصحابي على طول راحت لبابا يسوع وقالت له: يا سيد الخمر خلص. وبابا يسوع في الوقت ده كان لسه ما عملش أي معجزة. وماما العذراء راحت للخدم وقالت لهم: نفذوا كل الكلام اللي هيقول لكم عليه بابا يسوع. وبعدها على طول ماما العذراء راحت تطمن كل الضيوف اللي كانوا في العرس إنهم خلاص هيتصرفوا وإن هيكون فيه خمر وكله هيشرب. وبابا يسوع قال للخدم: املوا الأجران مية. الجرن ده يا أصحابي كان حاجة كبيرة خالص، عبارة عن برميل كانوا بيحطوا فيه العصير، وعدد الأجران اللي كانت موجودة 6 أجران. والخدم سمعوا الكلام على طول وملوا الأجران مية. وبعد كده بابا يسوع قال لهم: يلا قدموا منها للضيوف. لما جم يصبوا المية لقوها اتحولت على طول لعصير عنب طعمه حلو قوي، والناس كلها شربت من العصير ده وفرحوا، وأصحاب العرس بقوا مبسوطين قوي. ودي كانت أول معجزة بابا يسوع يعملها في عرس قانا الجليل. يا أصحابي يلا اعملوا لايك للفيديو ده عشان يوصل لأكبر عدد من أصحابكم، وكمان تابعوني، أنا على طول هنزل لكم قصص جديدة ومختلفة. نتقابل في قصة جديدة. باي باي.